مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. استغرب المدرب الفرنسي المخضرم كلود لوروا من التصريحات التي أدلى بها مدرب المنتخب المصري حسام حسن عقب هزيمة الفراعنة أمام منتخب السنغال بهدف دون رد بنصف نهائي كأس إفريقيا المغرب 2025. وكان حسام حسن قد حاول تبرير الإقصاء بالحديث عن أمور وصفها المتابعون بغير الرياضية، مؤكدا أن مصر هي إفريقيا والعرب، في تصريح أثار جدلا واسعا، خاصة أن المنتخب المصري استفاد من جميع ظروف الراحة والإقامة والتدريب بمدينة طنجة. وخلال تحليله للمباراة على قناة كانال بليس الفرنسية، وجه كلود لوروا انتقادات لاذعة للمدرب المصري، حيث قال أن المواجهة كانت أشبه بأستاذ جامعي يمتحن طالبا في المرحلة الابتدائية، في إشارة واضحة إلى الفارق الكبير في المستوى بين المنتخبين. وأضاف لوروا أن المشكلة ليست في الخسارة فقط، بل في العقلية، موضحا أن هذا الامتحان لا يسمح لمصر سوى بالانتقال إلى مستوى محدود وليس بلوغ النهائيات الكبرى. تصريحات لوروا لاقت تفاعلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي، واعتبرها كثيرون صفعة قوية لحسام حسن ورسالة واضحة بأن كرة القدم تحسم داخل الملعب وليس بالشعارات أو التبريرات.